صباح الخير. النهاردة هعمل معاكم السوسيس أو الهوت دوج الأمريكي على الطريقة الأصلية بتاعته جدا، وهقولكوا على البهارات اللي بيستخدموها اللي بتديله طعم مميز. تابعوا معايا الفيديو عشان طريقة التسوية مهمة جدا، وعلى طول بأكد عليها. لو أي حاجة في الخطوات طلعت غلط سويتوه بطريقة غلط هيطلع معاكم مفرول وناشف، ومش هيطلع معاكم هوت دوج أبدا. لو حبيتوا الفيديو ما تنسوش تعملوا له لايك. يلا على طول نبدأ ونشوف محتاجين ايه. اول حاجه انا استخدمت لحمه انا اللي بفرمها علشان اضمن ان كل حاجه تبقى مظبوطه بيرفكت. انا استخدمت ميكس بين لحم الضلوع واللحم اللي هو الخروف. ممكن تستخدموا اي نوع لحمه، بس مهم ان يكون فيه نسبه دهن من 20 ل10% براحتكم. اختياري انا استخدمت تقريبا نسبه دهن 20%. بفرمها، ولو هتفرموها عند الجزار بليز يا جماعة اقفوا على ايده عشان ميدوكوش اي حتة لحمة فيها شغط او فيها حاجات مش لطيفة هتبوظلكوا الوصفة خالص. فمهم ان قطعية اللحمة او حتى طريقة فرم اللحمة تكون مظبوطة. انا فرمتها فرم ناعم علشان انا هرجع تاني اضربها في الفود بروسيسور، وحطيت بقى عليها التوابل اللي هقولها لكم دلوقتي. معلقة كبيرة من الكزبرة الناشفة، ومعلقة صغيرة من الثوم الباودر، ومعلقة كبيرة من البابريكا المدخنة، معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، ومعلقة كبيرة من المستردة الباودر، ومعلقة كبيرة من السكر. وطبعا معلقة ونص لمعلقتين حسب الرغبة، وخلوهم معلقتين كبار من الملح، أو ممكن لو الملح بتاعكم بيحدق جامد قوي يبقى خلوها معلقة ونص كبار. وهنبدأ بقى نعجن المكونات دي كلها مع بعض بإيدينا، وهندخلها التلاجة. مهم ان احنا نسيبها في التلاجة لمدة 24 ساعة. تاني يوم هنجيب بقى تلت كوباية من التلج. الخطوة دي مهمة جدا وعملتها معاكم قبل كده في اللانشون. بتخلي قوامه ناعم جدا. نضربها الأول كده في الكبة أو بإيد الهون كده نضربها. لو الكبة عندنا مش قوية ناخد بالنا، ونبدأ نحط اللحمة بتاعتنا تدريجي. أنا حطيتها طبعا على خطوات الكبة، ما خدتش الكيلو كله. ونفضل نضرب فيها لغاية لما ننعمها تماما. التلج هيخليها معاكم ناعمة جدا جدا فوق ما تتخيلوا. مهم جدا خطوة التلج باللحمة علشان تخلي القوام صح. انا بقى جبت المنبار الصغير بتاع الخروف ده، تقريبا بيسموه في مصر هانك. يا رب اكون بنطقها صح، مش عارفة بنطقها صح ولا غلط. انا بجيبه هنا من امازون امريكا. وهنبدأ بقى نحط اللحمة المفرومة بتاعتنا في المكنة. و يعني الموضوع ده بقى فن جدا سهل قوي. بس لو عندكم طبعا الماشين اللي بالكهرباء هتسهل عليكم جدا، هتضغطوا معاكم، هتضغط الهوت دوج كويس. انا بقى بفضل اعمل كده. طبعا عقدتها من قدام وبرجع تاني عقدها من ورا، وهوريكم ازاي بقى بيشكلوها هوت دوج. بتعمليه الحجم اللي انت عايزاه، بس طبعا حجمه بيبقى كبير شوية. وبتبدأي تضغطي كده عليه وتلفيه لفة بسيطة، يعني لفتين تلاتة خلاص هو بياخد الشكل. طبعا هو مختلف كتير عن السجق البلدي أو السجق المصري اللي بيتعمل حجمه صغير وبيتعلق ينشف في الهواء. هعمله معاكم إن شاء الله قريب. بس هو بيبقى طويل كده وليه تانية بسيطة. مهمة جدا بقى طريقة التسوية، ناخد بالنا قوي. بس قبل ما نقول طريقة التسوية هقول لكم على آخر حتة بتبقى في القمع دي محدش بيعرف يطلعها، فأقول لكم على تريكة حلوة جدا. خدوا شوية تلج كده حطوهم في المفرمة، وهتلاقوا باقي كمية اللحمة بتبقى كمية كبيرة، يعني تعمل لنا مثلا وحدتين هوت دوج ولا حاجة. و يعني افرموا كده التلج هتلاقوه بقى زق كل اللحمة المتبقية، وطلعت معاكم منتهى السهولة. واللي هيبقى في القمع بقى اللي هو شوية التلج المتكسر في الآخر. حبيت بس أقول الحركة دي لو في ناس مش عارفاها. نيجي بقى للتسوية. مية بتغلي وهنحط فيها الهوت دوج، بس هنسيبها على نار واطية جدا جدا، يعني أقل درجة حرارة. هنسيب الهوت دوج في المية السخنة دي لمدة 20 دقيقة بالظبط. بعد ال20 دقيقة هنشيله من المية السخنة، طبعا الحلة على النار عادي، بس على نار واطية. وهنحطه في مية بتلج. مهم جدا المية تكون بتلج عشان نوقف عملية السوا، علشان ما يطلعش معانا ناشف. على جريل بقى نحط رشة زيت بسيطة جدا، وهنبدأ ان احنا نشوي الهوت دوج. او يا سلام بقى لو هنشويه على الحطب او على شواية بره يعني.
هيبقى طعمه حلو جدًا، جدًا. جرّبوا الوصفة، واثقة إن هي هتعجبكم. ممكن لو أنتم عايزين اللون بتاعه يبقى أحمر، زوّدوا بودرة بنجر أو التلج اللي هتضربوه مع اللحمة، ممكن تكونوا عاملين التلج ده من مَيّة البنجر، لو أنتم يعني عايزين اللون يبقى أحمر أوي. أنا استخدمت في الوصفة كمان كرفس باودر، نوع معيّن باجيبه كده من أمريكا، وكنت قُلت لكم عليه قبل كده في فيديو اللانشون. بيساعد على إن اللحمة ما تغيّرش لونها. الفيديو بتاعي خلص، أتمنى إن هو يكون عجبكم. لو عندكم أي أسئلة سيبوها لي تحت في الcomments، هاكون سعيدة وأنا بارُد عليها. أشوفكم إن شاء الله في وصفة تاني قريب، وباي باي.